ملفات وتنقولها قدام الراي العام. اذا عندك ملفات على اسكوبار انا اللي كنطالبك الان باش تحطهم. انا كنطالبك تعاون البلاد وتعاون الفرقه الوطنيه على هذه الملفات اللي عندك. مادام عندك الفرقه الوطنيه ما تثبتنيش. انا جيتي من بعد عاوتاني نفس الشيء، هددتيني، جيشتي عليا كل الجماهير اللي متبعاك، جيشتي عليا الناس، حرضتي عليا جمهوري، حرضتي عليا الشعب، وقلتي هاد السيده كتهرب من القضاء وشكون غتكون هي وعندها السلطات وتقول لنا هاد الشيء. الاوديوهات ماشي انت اللي غتحاسبني عليهم، الاوديوهات اللي خرجوا يحاسبوني الاسماء اللي مذكوره فيهم او تحاسبني السلطات، ما تحاسبنيش انت. وغير هادي يومين عندك مشكل مع السوهبي، مشكلتك مع السوهبي ماشي تضرب القضاء بيا انا وتقول له خلي لطيفه كتجول وكتدخل عباد الله. انا ما عنديش السلطه، لو كانت عندي السلطه واول واحد غندعيه ويدخل الحبس هو انت. فانا الان غندعيك. شوف تيفي اللي مجيشين عليا فاطمه الزهراء ملي كيخرجوا المحاميين من القضيه ديال الجلسه، علاش ما شديش وحده اخرين غير لطيفه؟ ملي كتخرجي المحكمه وانت لطيفه، شدات لطيفه، عطاك مليار لطيفه، المحامي ماشي كتهرب، المحامي تيقول لا انا ما عارفش هذه القضيه المليار وكتاكد عليها. هنا عرفت بان شو تيفي بدات كتهاجمني. الان اللي عنده شي ورقه باش يهاجمني حطها لي ان ظهري ملاح وخديت ما دوز من هذا الشيء اللي كديروا فيا وصافي. حطيت الرايه البيضاء، اللي عنده ما يحط. شديتو عليا واحد 4 سنين وهي كتسجل فيا وعطاتهم الخلالي اللي هو خاين الوطن. علاش ما تعطيوش لشي حد اللي في البلاد؟ علاش ما تخرجش داكشي اللي كتقول؟ هذا الكلام ما عندوش دروج. سمعوني عباد الله، هذا الكلام ما عندوش دروج. انت كتهضري وانا كنهضر، انت كتقولي لي المهدي كان فيك وكان فيك وفعلتك وضرب فيك ودار فيك. شنو نقول لك؟ نقول لك المهدي لهنا يخطي عليا. طبعا حتى انا مراه وحتى انا مغربيه وحتى انا مراه، حتى انا غنعاير عيبت واحد غنعاير. فالان كنقول لكم اللي عنده اي حاجه بغى يحطها عليا انا خديت ما دوز وما غاديش نستسلم، وكل واحد غادي ياخذ حقه وبالقانون. انا الحاجه الوحيده اللي تنقول الان انا في يد السلطه وفي يد صاحب الجلاله الان وناشد صاحب الجلاله. انا اهدد في بلدي باش ينوض عليا فرقه كفرقه الوداد اللي احترمتهم طول حياتي. انا الان ما عنديش حق نسهر في كازا، ما عنديش حق نخرج سهرات لان خايفه على راسي. وانا كون عطاني هاد الاسكوبار شي حاجه علاش نجلس في الوداد وانا تزوجت واحد من خارج الوطن باش نجلس بحالي، ماشي باش نجلس بحالي، باش الا كان عنده بصح ما يخليني نجلس بحالي نجلس بحالي. انا ما كرهتش عندي شي يصرف عليا ونجلس بحالي. تهمتوني بالملايير، تهمتوني بالفلوس، ما خليتهم ما درتو فيا. وقلت معليش ولا احد نضي دافع على لطيفه رأفت ولا احد الا تحفه وتفهم تحفه. ما تهضريش مع تحفه، ما ديش قلت لا. ربما هاد الناس اللي كانوا يسبوني لانهم خاصمين مع تحفه، قلت ربما هاد الناس اللي كيعادوني لانه تحفه تيهضر فيهم، لكن لقيت هادشي ابعد من تحفه. هادشي بزاف. سعيد ناصر ما دخلتوش انا، سعيد ناصر يشوفوا المصارف ديالهم بيناتهم ماشي ديالي انا يا ريت يخرج سعيد ويخرجوا كلهم خارج هادشي. انا اللي تيقولوا كنعرف بان الاسكوبار ديال المخدرات. سمحوا لي كنهضر بالحق لان دخلت للصفار ومريضه والسكر وكلشي راه هزاك عليا. سعيد الناصري عمري انا ما فهمتو. ثانيا الاسكوبار الا كنت في الصح كنعرفوا كيدير المخدرات وكنعرفوا بان كيدير هادشي، علاش كتخليوني نتزوج بيه وانتم درتو لهم كاد؟ علاش؟ لان اي